في المجموعة الخامسة مجموعة منتخبنا نلقاو كذلك منتخب المالي اللي شارك للقرن الثاني على التوالي يكون موجود فيها إلى جانب منتخبنا في دور المجموعات. يشارك المنتخب المالي مرة 13 في البطولة والتاسع على التوالي، لكنه مازال يبحث عن أول لقب ليه في 12 مشاركة سابقة. أفضل نتيجة لمنتخب مالي كان عملها في أول مشاركة ليه عام 72، كمل في المركز الثاني بعد ما خسر في النهائي قدام الكونغو 3-2، ثم رجع عام 94 في تونس وكمل في المركز الرابع. نفس المركز كان حقه سنة 2002 في النسخة اللي كان استضافها على أراضيه. في نسخة الجابون غينيا الاستوائية 2012 كمل مالي في المركز الثالث بعد ما فاز مباراة الترتيبية ضد غانا، ونفس السيناريو تعاود بعد عام في كان جنوب افريقيا ونخسر نصف النهائي من نيجيريا 4-1، وفاز في المباراة الترتيبية ضد غانا 3-1. النسخة الأخيرة من كان في الكاميرون خرج فيها مالي من الدورة 16 بعد الخسارة بركلات الترجيح قدام غينيا الاستوائية. أول مباراة دولية لمنتخب مالي كانت عام 1960 ضد جمهورية افريقيا الوسطى وفاز عليه 4-3. يحتل حاليا منتخب مالي المركز 51 عالميا، وافضل التصنيف كان حقه في 2013 عندما احتل المركز 13. ابرز الملاعبين اللي باش يكونوا متواجدين في الكان هذه ثلاثي وسط الميدان: عبد الله دوكوري لاعب ايفرتون، إيف بيسوما لاعب توتنهام، أمادو هايدارا لاعب لايبزيج الألماني، إلى جانب قائد الفريق المدافع عماري تراوري اللي ينشط في فريق ريال سوسيداد. يشرف على تدريب منتخب مالي المدافع السابق إريك تشيل اللي متواجد على رأس الإطار الفني منذ مايو 2022 خلفا لمحمد ماكسوبا.